بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، أنقل لكم احتفال اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك من المركز الإسلامي، ولقاءات متعددة مع كثير من الشخصيات الذين حضروا هذا الاحتفال. يا رب تكون أعياد دايما في المركز الإسلامي، ودايما أعياد على الأمة الإسلامية كلها. كفر الله من نعمكم الطاعات ووفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. امتدادا لاحتفالية العيد وفرحتنا جميعا، فرحة الصغار والكبار، جعلنا الله وإياكم من الفائزين. بدأنا باختيار اليوم الثاني من العيد كل عام إن شاء الله. اليوم الثاني من عيد الفطر، اليوم الثاني مثل هذا اليوم من بعد صلاة الظهر يكون لقاء مفتوح للجالية للمعايدة، اللي يتعرف على بعض، الذي يجدد العهد ببعض. فأحببنا فقط أن نجمعكم هذا اليوم، نعيد بعضنا بعض وندعو لبعضنا بعض، ونسأل الله لنا ولكم القبول. وأنا أرحب بكم باسمي واسم زملائي وزميلاتي في المركز الإسلامي ومكتب رابطة العالم الإسلامي في النمسا في هذه الدقائق المفتوحة. ستظل القاعة مفتوحة حتى الساعة 4 إن شاء الله. لمن أراد أن يذهب ويعود لدينا بعض الأكلات الخفيفة، الحلويات والتمور والماء. فمن أتى هنا مع الأطفال يكون لديه متسع من الوقت أن يعود مرة أخرى لالتقاط الأنفاس، لأننا نعرف متابعة الأطفال هذا اليوم متابعة تكون جديدة نوعا ما، والآباء يحتاجون إلى استراحة حالة. فنضع هذه القاعة تحت تصرفنا جميعا، تصرفكم جميعا لمن ذهب ويعود، ونرجو لكم إن شاء الله يوما سعيدا حافلا بالسعادة والتوفيق. ومرة ثانية أرحب بكم جميعا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Werte Geschwister, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Kinder, liebe Jugendliche, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Der Direktor vom Islamischen Zentrum in Wien, Dr. Ahmed al-Mufarrih, hat eine Initiative ergriffen und möchte inshallah, so wie an diesem Tag, auch die nächsten Jahre immer am zweiten Tag des Eid-Tages, des Festtages, so ein Treffen, offenes Treffen der Gemeinde veranlassen, damit unsere Geschwister auch ins Gespräch kommen können und vor allem einander vom Herzen, vom Gesicht zu Gesicht zum Festtag gratulieren können. Weiters möchte der Direktor und auch im Namen des Teams, der anderen Imame am Islamischen Zentrum, des Sekretariats, euch allen am Islamischen Zentrum und der ganzen Umma zum Eid nochmal gratulieren. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, alle unsere Taten, unsere Gebete, unser Fasten von uns anzunehmen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, unsere eventuellen Verfehlungen in diesem Monat Ramadan zu vergeben und uns in Jannah, so wie wir heute hier sitzen, inshallah in Jannah, versammeln lassen. Amin ya Rabbal Alamin. Dieser Raum, wie der Direktor gesagt hat, wird bis 16 Uhr zur Verfügung stehen, euch zur Verfügung. Trifft miteinander, redet, einander zum Fest gratuliert. Es gibt hinten wird so ein kleines Buffet eröffnet, ihr könnt euch ein bisschen erfrischen und auch, nachdem ihr vielleicht draußen gewesen seid, wollt ihr wieder in den Schatten kommen und hier sich zurückziehen, ein bisschen sitzen, unterhalten, reden. Nochmal, alles Gute, Eid Mubarak, taqabbal Allahu minna wa minkum. جزاك الله خير شيخ، جزاك الله خير، جزاك الله خير دكتور. طبعا هنفتح البوفيه للسيدات قسم اليمين، للرجال قسم اليسار. وتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا الله واياكم من اتقاء هذا الشهر الكريم. حياكم الله جميعا.
وكان في يعني في كان اقوال لماذا لا يتوسع اكثر يكون في اليوم الثاني. يعني لاحظ البلاد مجموعه من الاخوه في بعض لدينا في الشيخ سالم مجموعه من الاخوه ان نتوسع تكون في اليوم الثاني، لان اليوم الاول دائما يكون مضغوط. اما الاطفال الحمد لله العام الماضي عملنا برنامج كان برنامج الحمد لله جاذب وتوسعنا السنه هذه. نتمنى ان نحقق شيء ابعد اذا استطعنا، ما هو وعد لكن نحاول ان نعمله، ان يكون لدينا لقاءنا المعايده والعيد يكون في مساحه خارج المساجد، وهذه السنه. ان استطعنا على استاد رياضي او موقع هنا في الجزيره. وكان لنا قبل سنتين لقاء مع رئيس بلديه الحي 21 جورج بابايا، وزارنا المركز زرناه اكثر من مره وطرحنا عليه المساعده في هذه المساله، وابدا استعداد. فقد ان شاء الله نشكل بعدين فريق ممكن ننظر الى ان يكون لدينا هذه الاحتفاليه خارج المساجد للجميع، نفتحها للجميع. وهذه بيكون لها اولا ايجابيه جمع اكثر خاصه من الائمه والاخوه قاده الديار والمؤسسات الاسلاميه. والامر الثاني ان الجهود حتى على الدوله من نواحي تنظيم امني يعني تكون في جهه واحده، لان الحقيقه بالامس كان تنظيم جدا كان مكلف متعب جدا. صحيح. يعني اغلب منا ما نام ليله العيد واليوم اللي قبله، وتعاون انا اقول بكل صراحه تعاون رائع جدا من مؤسستين عظيمتين في النمسا اللي هو النقل وشرطه الحي ال 21. كان تعاون فوق الخيال حقيقي، بذلوا جهد كبير حتى في موضوع تخصيص اليو 6 في رحلات متتاليه، قصروا الوقت، مع ذلك كان عدد هائل كاتبين حتى على الشاشه عيد مبارك لاحظتم. الحقيقه ففي تعاون يعني يا اخوان، يجب ان نقدر هذا البلد. صحيح. وانا ضيف، بالنسبه لي انا ضيف يمكن ارحل اي وقت، لكن الناس الذين لديهم سكن، اقامه، جنسيه، ولدوا هنا، يجب ان يقدروا ماذا تقدم لهم. يعني في امور تقدم حقيقه، لكن نحتاج الهدوء، نحتاج الحكمه، نحتاج الاشخاص اللي يتصدرون للمشهد من العقلاء الذين يعرفون ويحسنون كيف تتعامل مع هذه الجهات لديها تفاهم واسع. جلست مع كثير منهم عنده استعداد، ولا اخفيكم يعني كل هذه الامور رتبناها مع الجهات الامنيه. لازم تكون الجهات الامنيه مطلعه، لان تعرف اعداد هائله 60-50 الف يكون عندك في مكان واحد في ساعتين، عدد كبير حتى ما هو في الاستاد الرياضي يكون. صحيح. وبعدين يعني خدمات والمكان مكان محصور، ليس زي الاستاد الرياضي مفتوح ودراجات. لو صار عندك مشكله في الاستاد الرياضي اقل شيء تقدر تفتح الممرات ويدخلون في الملعب، تنتهي المساله. لكن هنا فاشكركم، يعني هذه صوره انا انقلها لكم وانا ممثل لكم فقط، وفيكم الخير والبركه، ونحن نخدمكم كم مره نقولها، واعتز في هذا لا انا ولا زملائي في المركز ان نحن نخدم هذا البيت العظيم، بيت من بيوت الله في هذا البلد. يجب ان يكون مناره، الجميع يقصد، الجميع يرتاح فيه، يصلي، يؤدي فرائضه، واحنا اخذنا على انفسنا وعد ان نبذل الجهد لكي يكون نظيف معد مرتب لكل من ياتي اليه، سواء كان من المسلمين او من غير المسلمين. احنا شكلنا فريق، وفرصه اني اقولها لكم في القيادات الاسلاميه، فريق استشاري بالمركز، 6 اعضاء من الفريق الاستشاري غير مسلمين، رئيس الاندماج بلديه الحي، رئيس الشرطه، رئيس الكنيسه، رئيسة جمعية الجيران في الحي، جارتنا هنا إحدى الجيران طبيبة متخصصة، والسادسة مذيعة في الأواري التلفزيون. ولذلك عندنا مجموعة من هؤلاء اجتمعنا معهم 2 سنين الآن، كل 3 أشهر لدينا اجتماع. لما أنا أتيت بهم في هذه القاعة استغربوا، قالوا يعني ما هم عارفين دور
فكان عندهم نوعا من يعني تحفظ تردد. وجدوا ان الامر اسهل بكثير مما هم يتوقعون. الامر عادي جدا، احنا نريد ان نتناقش وياكم في بعض القضايا سواء كانت ثقافيه، سواء كانت اجتماعيه، كيف نقدم لكم خدمه، كيف نفتح لكم مكان. المكان هذا لم يبنى مغلق على نفسه، المكان لما انا راجعت الدستور اللي بني عليه وجدت ان في جزء كبير جدا مهمل فيه وهو الجزء الثقافي والاجتماعي. دور مهم جدا، الاجتماعي، الثقافي، علاقات بالناس، التواصل. فلا اخفيكم يعني ثالث اجتماع والله يصيرنا ما اقدر اقول لكم نجرهم عشان يطلعون. نقعد بالساعتين بالثلاث خلاص تعودوا، اندمجوا مع الافكار، صاروا ياتون لنا بافكار، صاروا يرسلون ايميلات، حضروا عندنا في الافطار الصائم، يحضرون في مناسباتنا. الفكره ما هي؟ الفكره ان نريد هؤلاء الناس، هؤلاء هم بشكل او باخر يدافعون عنك، بشكل اخر يفهم ماذا انت تريد، يفهم ما هي تطلعاتك. ونحن نشعر بمسؤوليه كبيره في هذه المنطقه، في هذا الحي بالذات مسؤوليه كبيره. نحن نسبب حرج كبير جدا وازعاج كبير للجيران، رضينا ام ابينا، لكن هذه شعائر ما نستطيع ان نغفلها. لما يكون عندنا ليله 27 تخيل 27 كم صار له عندك؟ الخيمه مليانه، الممرات مليانه، يعني كل مكان مليان. لازم تعمل الميكروفون خارج. الساعه 2 الفجر، 2 الفجر، تفهم معنى 2 الفجر؟ معناته انه تزعج الجيران. هل تنظرون الموضوع يمر بسهوله؟ ما يمر بسهوله عند البعض. احنا نرسل لهم رسائل من بدايه الشهر، نقول لهم بالتاريخ، نقول لهم بالوقت، ونتلطف معهم في العباره، لان ما كل واحد فيهم يقدر ماذا انت تكون فيه. اغلبهم غير ديني ما فرقت معه، لكن في ناس صراحه عندهم تفهم. لذلك واجبنا احنا نكون عندنا الهدوء. كنا نقول للاخوه اللي كانوا يكون في المركز نرجو ما تفرطوا الاعتكاف. لما يكون عندنا وقت للاعتكاف للفجر ابقوا داخل المسجد. الاصوات تقللوا من الاصوات. فانا الحقيقه نحاول ان يكون هذا مركز نموذج لنا جميعا، نموذج للثقافه، للحوار، للالتقاء، للتفاهم. شبابنا الان اللي حاملين الجنسيه واللي ولد في هذه المكان ما يعرف بلد ثاني، هذه بلدك. لازم نعزز له هذا المفهوم، هذه بلدك. يا اخوان لما انا اتيت بعلم النمسا، يعني بعض الناس جاءني كلام ما تتمنى تسمع. هذا بلد احتضنني، وهذا المكان تحت القانون النمساوي. احتفلنا بالعيد النمساوي، بالعيد الوطني النمساوي سنتين، السنه الاولى والسنه الثانيه. ما تعرف الاثر الايجابي الذي تركه عند الشخص في الشارع النمساوي. الاشخاص اللي يقولون من عندنا هنا ثم يدخلون عندنا في المسجد ثم يجد علم بلاده وبلاد الجميع، من هو في هذا البلد هذا بلده. صحيح السعوديه تدعم، صحيح رابطه العالم تدعم، صحيح الكلام هذا كله، حكم تحت المظله الدبلوماسيه الى الان رئيس مجلس ادارته او مجلس الامناء هو السفير السعودي، هذا بدون شك. وهذه يمكن ميزه ان حافظت على زي ما تفضلت ان ما في تنازع في قضيه من يديره. المدير ما له دخل فيه، انا ما لي دخل. المدير عنده ان المجال هذا مفتاح، انا اخدم هذا المكان، اوفر قدر ما استطيع على الاقل الحد الادنى لان الناس تستخدم هذا المركز بشكل ايجابي، بشكل مطلوب. ان شاء الله اتمنى لكم باذن الله تعالى ان نرى توحيد، ونحن نقف معكم ونقف مع كل جهدنا هنا، والله فقط ان ياتي بفضل الله ثم بدعم الجميع. هاي رؤية توحيدية الحقيقة الكل مشارك فيها يعني. وهذا بلا شك سيخرج المسلمين من أي خلاف قادم إن شاء الله في موضوع الدخول في رمضان أو الخروج من رمضان. ربي يبارك فيك. تسمح لنا وإن شاء الله إلى لقاء ثاني إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم.
كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى يا رب عيد سعيد عليكم جميعا، وتاني يوم العيد وفعاليات المركز الإسلامي واحتفالا بعيد الفطر المبارك 2023. اسمي علاء الدين النقشبندي، رئيس مؤسسة سمارت أكاديمي فيينا للتدريب والتطوير. حقيقة احنا وجودنا اليوم مع الدكتور أحمد هو مدير المركز الإسلامي كان فرصة ممتازة جدا لحتى نتعرف على ما قام به المركز من جهود ووجود ممثلي الجمعيات والمؤسسات والهيئات العاملة في المجال الإسلامي والإغاثي والمجال المجتمعي. كان فرصة كثير رائعة إنه نحن نتواصل معهم، نطلع كل واحد يعرف بما يقوم به في خدمة المجتمع. ولكن حقيقة أنا اللي حبيت أكد عليه إنه مبادرة رائعة جدا. هي طبعا هي السنة الثانية كما قال الدكتور أحمد كمبادرة إنه المركز يفتح أبوابه للتواصل مع المجتمع لتقديم الفرحة والبهجة للأطفال اللي هن محرومين فيها. نحن في الغربة حقيقة أولادنا محرومين من هيك مبادرات. فهي المبادرة صحيح هي المبادرة الثانية، ولكن هي أول مرة يعني تخرج بهذا الشكل الرائع، التنظيم، الشكل المبهج للأطفال ولعائلاتهم ولأسرهم. احنا دائما عم نواجه تحديات انه غياب هي البهجة عن الأسر المغترب. فحقيقة السنة هي الأولاد اطلعوا على الفكرة، فشيء رائع جدا. وتحية للمركز الإسلامي انفتاحه على الثقافات، انفتاحه على مختلف فئات المجتمع، حقيقة دور يشكر عليه. ونحن بدورنا كمؤسسات مجتمع مدني في أنا باسم سمارت أكاديمي أحيي الدكتور أحمد إن شاء الله بنقدم كل ما يلزم من دعم وتعاون لمساعدة المركز في تحقيق الرؤية تبعه. شكرا حضرتك. Mein Name ist Muhtim Catic. Ich bin geboren in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina und bin seit meinem 13. Lebensjahr seit 1968 in Wien. Mein Vater ist seit 1958 in Wien und er hat dieses Zentrum auch aufgebaut finanziell und hat auch 1960 die erste Moschee in Wien, Wiener Hauptstraße, später Werdertorgasse auch aufgebaut. Ich bin Obmann, Präsident von diesem Verein, IHO, International Humanitarian Organization. Uns gibt es jetzt seit 30 Jahren. Wir sind 1992 gegründet, damaliger Krieg in Ex-Jugoslawien, in Bosnien.
Und ich habe damals begonnen, den Menschen aus Bosnien Hilfe zu geben, diese Menschen in Österreich zu integrieren. Das dauert, wie gesagt, jetzt 30 Jahre. Wir sind jeden Tag unterwegs, helfen Menschen in sozialen Bereichen, Wohnungssuche, Arbeitssuche, übersetzen. Also jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und wir stellen sich diesen Herausforderungen. Ja, wir werden auch ein Fest machen Ende Mai und es wird einen Film geben über diese Arbeit. 30 Jahre humanitäre Hilfe in 30 Minuten, ein Kurzfilm, das heißt für jedes Jahr 1 Minute. Und es wird auch ein Buch geben über diese humanitäre Arbeit, nicht nur von uns, auch von anderen Organisationen in Österreich, die den Menschen geholfen haben. So viel von mir, vielen Dank. Dankeschön. Assalamu alaikum, ich heiße Amna, ich bin hier Studentin und heute bin ich da für das Eid-Fest im Islamischen Zentrum Wien. Alhamdulillah, das ist das zweite Mal, dass wir jetzt so nach Corona so ein großes Fest hatten. Ich bin schon, also seit ich in Wien bin, kenne ich das Islamische Zentrum und komme jedes Jahr zum Eid-Fest. Und es ist wirklich sehr schön, Alhamdulillah, dass wir jetzt immer ein großes Fest haben, auch mit Veranstaltungen für Kinder und auch für Erwachsene und Jugendliche. Und ich habe das nicht in Erinnerung, dass es früher so schön war und so groß war. Vor allem, dass wir dass die Leute auch sehen, dass wir hier Eid haben, weil wir in einem europäischen Land sind, nicht muslimischen Land sind. Das ist sehr gut und sehr positiv, dass wir alle sehen, es ist Eid und wir haben frei und wir feiern. Und ich bin normalerweise auch so im Islamischen Zentrum, jeden Sonntag hier haben wir Unterricht, bin ich auch immer da. Deswegen liegt es mir sehr am Herzen, dass wir hier so eine schöne Feier haben. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال وهنيئا لكم بهذا العيد الطيب المبارك بهذا الجمع إن شاء الله في المركز الإسلامي الذي يجمع عموم المسلمين في النمسا. هذه بادرة طيبة إن شاء الله لتوحيد جهود المسلمين العرب وغير العرب على كلمة واحدة في هذا البلد الطيب المبارك الذي يعطينا الفرصة ويمنحنا الفرصة الكبيرة. بلد معطاء، بلد محترم، بلد فيه قيم، فيه دستور، فيه المسلمون يتنعمون بالحرية وبالأمن والطمأنينة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الأعياد والأفراح بإذنه تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجميل تحت مظلة المركز الإسلامي. في بلادنا كنا نجتمع ويجتمع الأقارب فيما بينهم وهناك اجتماعات ولقاءات كبيرة، هذه هي فرحة العيد الحقيقية. لما جئنا إلى هذه البلاد سبحان الله هيا الله لنا هذه الفعاليات الطيبة التي نلتقي فيها، نتعايد فيها، نتحدث فيها عن همومنا، عن مستقبلنا، عن طموحاتنا. فكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله الأعياد القادمة تكون أكثر إنجازا وإتقانا وأفكار جميلة وجديدة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم بعيد الفطر، فكل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم كان لي شرف والسعادة أن أحضر في هذا اللقاء المبارك الذي جمعنا جالية المقيمة في النمسا تحت غطاء لا إله إلا الله أهل السنة والجماعة في مركز إسلامي في فيينا. كان اللقاء جميل، وفي خارج المركز الأطفال، الأبناء، الأمهات كلهم مبسوطين ويلعبون ويفرحون ويشعرون بلذة العيد. هذا أهم شيء، أبناؤنا يفرحون ويشعرون أنهم مع بعض وبلذة العيد. فحياكم الله وبياكم، ونتمنى أن تستمر هذه اللقاءات وهذه الفعالات التي تشمل الجميع بغض النظر من أي بلد هو، مسلم أو غير مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا المهندس زياد فتان، مدير جمعية التكافل الناشطة في الخدمات الإنسانية في شمال سوريا وفي أماكن التجمعات السورية في المخيمات. تواجدي في المخيم بالتعاون مع الدكتور أحمد مدير المركز الإسلامي جزاه الله خيرا قمنا بجمع تبرعات لإغاثة الأيتام وإغاثة أهلنا
المنكوبين في الزلازل في شمال سوريا، وكذلك بعض النشاطات المهمة من فرحة العيد للأطفال الذين حرموا فرحة هذه العيد. وكما أن لجمعية التكافل نشاطات أخرى خلال رمضان، منها إغاثة الأسر من سلة غذائية ومن إطعام صائم، ونشاطات تتعلق في علاج المرضى، مثل قدمنا عدة خدمات لمشفى الكلى في الشمال السوري، وبعض الحالات المرضية الخاصة. عندنا مشروع اسمه جبر الخواطر، تقريبا كل أسبوعين نخدم فيه ما يقارب 30 أسرة من أصحاب النكبات الكبيرة. أيضا نشيطين في مجال استبدل خيمتهم بمنزلا آمنا، نقوم على بناء المنازل. بنينا عدد جيد من المنازل ننقل فيها الأسر الأشد نكبة من الخيام إلى المنازل. والآن نحن في مشروع تكافل 6 وهو 22 شقة سكنية. طبعا وجودنا اليوم في اليوم الثاني في العيد يعني حقيقة من أسعد اللحظات وأجمل اللحظات وجودنا في هذا التجمع الطيب الكريم الذي أشعرنا وكأننا في بلادنا. فاجتمعنا فيه في الأحباب والأصدقاء وأصحاب الأعمال الإنسانية المميزة، مما يزيد دائرة المعارف ودائرة المحبة الموجودة في هذه البلد، حتى نكون يعني نعوض لأسرنا وأهلنا وأطفالنا النقص الذي فقدوه في بلادهم. فجزا الله خيرا مدير المركز الإسلامي وقائمين على خدمة هذا المركز المميز، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ثاني يوم من عيد الفطر بعد شهر رمضان اللي إن شاء الله يتقبل من عندنا ومن عندكم جميع الأعمال. التقينا اليوم بالمركز الإسلامي طبعا بدعوة المدير دكتور أحمد، اللي هو يعني احنا نشكره على تميزه بكل شيء. يعني الأطفال فرحانين بالأشياء اللي قدمها لهم، وطبعا أكيد إلى موظفين وإيد تحب الخير، واحنا نشكره كل شهوايه، ونتمنى المركز الإسلامي أكثر وأكثر وأكثر. وطبعا اليوم الجالية الإسلامية اجتمعت وتعارفوا، طبعا هذا التعارف كلش مهم بيناتنا، وكله بفضل مدير المركز الإسلامي. ألف شكر له. كل عام وأنتم بخير، الأمة الإسلامية جميعا بألف خير. أنا سعيد جدا بهذه اللمة الجميلة اللي عوضتني عن أهلي وعن أحبابي وخلاني بسوريا. أنا أفتقد لكثير شغلات كنا نمارسها بسوريا، ولكن هذا اليوم والبارحة عوضتني عن شغلات كثير أنا يعني موجودة بقلبي، هناك غصة كبيرة بقلبي. بشكر المجمع الإسلامي، هذا المركز الجميل، على هاي اللفتة الجميلة اللي جمعت العرب جميعا. اليوم التقينا، شفنا كثير ناس جميلين. بشكر الدكتور أحمد، وهي لفتة أتمنى أنه تكون بشكل دائم حتى ولو بشكل شاكل. مو إحنا ننتظر العيد لحتى نلتقي بعضنا، لا نلتقي بشكل دائم. شكرا كثير لك، وكل عام وأنت كمان بألف خير. شكرا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. نحن هنا في المركز الإسلامي في فيينا عاصمة النمسا، نحتفل مع إدارة المسجد المركز بفعالية عيد الفطر المبارك لسنة 2023، وهذه لفتة طيبة من إدارة المسجد أن تعمل دعوة كريمة للأسر. أشكر المركز على هاي الجهود، بأنه بالعيد له فعاليات رائعة. الاجتماع هذا جدا رائع، وأشكر على اهتمامه بالجالية المسلمة. شكرا لكم أعزائي الكرام على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى من فيينا جميل.